عبد الله بيتكلم على مستوى انا فاهم. بس انت لاحظ ان اللي جالس يحصل ان في كرات كثير مقطوعه من قبل المنتخب القطري في الهجوم يستغلها المنتخب المصري وسجل عليك 11 هدف وانت ما غامرت. اذا لو غامرت ممكن يحصل اللي حصل بالامس ايضا في الكوره المنظمه. يعني اذا الكوره عندنا احنا تشوف المنتخب المصري يلعب باريحيه في الدفاع، ما يلعب 3-2-1، يلعب 3-3 شبه 3-3. مخلي طارق عبد الرحمن مخلي عارف ان كل التصويبات وكل الخطوره من عبد الرحمن طارق. هذا اللي هم كانوا يبون يوصلون له. ليش انا ما قام دقيقتين انزل دائرتين تشوف الدفاع المصري راجع يرجع لورا، يرجع، وحتى كابوتي يرتاح في العمل. وكمال ملاش يستغل يطبق الخطط على راحته. جميل. شريف، نتكلم شوي عن شوط اللقاء الثاني. الامور اللي ممكن الان يعتمد عليها مروان رجب، متفوق بفارق 3 أهداف، 11 هدف مقابل 8. ما بقول انه مرتاح، ولكن ربما المنتخب المصري ادى شوط افضل نوعا ما من المنتخب القطري. الان ايش اللي ممكن يقدمه مروان رجب؟ ايش اللي ممكن يلجأ له مروان رجب في شوط اللقاء الثاني؟ يعني انا اعتقد ان هو هيقول لهم ان نفس الحماس اللي هو في الدفاع لازم يستمر، لان احنا شايفين ان هو قدر ان هو من خلال اسلوب الدفاع دوت اللي هو الضاغط، ان هو قادر ان منتخب قطر يحرز فقط 8 اهداف في 30 دقيقه. لكن التخوف دلوقتي ان ابراهيم المصري واخد مرتين من دقيقتين، فاعتقد ان هو هيخليه يعني يبقى حريص شويه، لان خروج المصري ده يعتبر ده نقطه ضعف قويه جدا، لان مفيش حد هيعوض مكان ابراهيم المصري. وعلى مستوى الهجوم لازم الاستمراريه الكوره، ولازم عدم التصويب من الخارج عن طريق اللي هو منتصف الملعب. لازم نلعب على الوينجات زي ما احنا شايفين عن ناحيه الاحمر. لازم الاحمر يرجع تاني في الجناح، لان هو متفوق في الجناح، لازم يستمر في الجناح، لازم نزول حماسه. وبصراحه مدي قوه بالنسبه للناحيه اليمين، وزائد اذا احمد خيري اللي هو الجناح اللي لعب في بدايه المباراه هو عنده لسه الثقه في نفسه، المفروض يبتدي على اساس ان هو انا شفته بصراحه انه دخل قدام ساريتش، ما كانش خايف منه، احرز هدف سهل جدا. فانا اتمنى ان هو يبقى فيه استمراريه لاحمد خيري في اللقاء، وهو ده اللي احنا بنقوله. الدفاع القوي والجري الفاست بريك هو ده اللي هيديك افضليه اللي انت تتفوق في اللقاء. عبد الله، ممكن نشوف الان يعني نزول مره اخرى لمحمود زكي، اللي يمكن شارك في كوره واحده فقط ضاعت على محمود زكي في شوط اللقاء الاول. ما شفناه كثير هذا اللاعب من اللاعبين ربما اللي ممكن يكون واحد من الحلول لدى فالير ريفيرا. هو يبدا بكمال ملاش، اذا مشى في تطبيق الخطط يكمل فيه. اما اذا كمال ملاش الظاهر طلع عليه يعني شكله مصاب ولا حركته بطيئه، اذا اول 5 دقائق كمال ملاش نفس مستوى الشوط الاول لا يرجع بمحمود زكي، يلقى الحلول يعني. وخاصه الحين بنبدا والكوره ان شاء الله عندنا لازم نسجلها. المباراه للحين ما راحت منا، إذا سجلنا هذه الهجمة نرجع لأجواء المباراة. لكن المنتخب القطري تحسه مضغوط اليوم من يعني جراء هذه النتيجة، الدخول في شوط اللقاء الثاني وهو متأخر بفارق 3 أهداف، عنده كابوتي إيقافات لمدة دقيقتين مرتين، يعني في أشياء كثيرة. اليوم سارج ما يقدم الأداء اللي يعني ننتظره منه أو اللي نعرف عليه سارج. أنا الحين يعني هو بعد ما خرج ربيع كابوتي دقيقتين للمرة الثانية، الحين صار المنتخب شوي مضغوط، وبس لابد من لعيبتنا انه يعوضون كابوتي في الدفاع، لأنه في الهجوم ما عنده مشكلة بيرجع، لكن لابد مساعدة. حتى لو صرت مستواه شوي نازل يساعدونه. أنا أقول لك كرة اليد فيها مغامرة، لازم تنزلها يوسف بدر مثل ما قلت. ليش؟ يوسف بدر مادي بطولة ممتازة، البطولة الودية ماخذ أحسن حارس البطولة. إذا صارت مستواه بداية الشوط الثاني نازل، لا ريحه ودخل يوسف بدر. حلو. الشوط الثاني إيش اللي ممكن يعول عليه مروان غير عن خبرة أحمد الأحمر؟ زي ما قلنا
يعني بصراحه مروان لاعب على مستوى الهجوم يعتبر مدرب الفرقه كويس جدا، على مستوى الهجوم منظم، ان ما فيش واحد بيروح يشوط لوحده، بالعكس في لعب جماعي اللي انا شايفه، وهو ده هي دي النقطه المهمه جدا. لكن تهديفيا في مشاكل على المنتخب المصري، 11 هدف فقط في الشوط الاولاني، ده يعتبر نسبه قليله. انا ماليش دعوه ان منتخب قطر جايب 8 اهداف، انا بتكلم على الهجوم المنظم المصري. 11 هدف ده يعتبر نسبه قليله، فاعتقد ان المفروض يبقى فيه استمراريه في تطوير الكره، في ان الكره لازم تبقى سريعه اكتر من كده، ولازم انهاء الهجمه يكون بشكل ادق من الشوط الاولاني. شكرا جزيلا لكم كباتن، شكرا لك كابتن شريف، شكرا لك ايضا كابتن عبد الله. نعود بالكلمه الان من جديد الى الزميل حميد البراوي. نذكر ان شوط اللقاء الاول انتهى لصالح المنتخب المصري بفارق 3 اهداف ب11 هدف مقابل 8. نعود وبالتوفيق للفريقين.